لو انت ما تعرفش يا صاحبي، فعالم الكيبوردات كبير وواسع ومليان شركات وتعديلات وحاجات انا وانت ممكن ما نكونش عارفين عنها حاجه، وعشان كده انا جبت لك كيبورد من شركه ممكن تكون اول مره تسمع عنها، وهي ايبو ميكر. ده كيبورد الشادو اكس، واول حاجه ممكن تلاحظها هنا ان الكيبورد ده فيه شاشه. الكيبورد ده من فئه الكيبوردات المتوسطه اللي بتكون جايه تعديلات كتير من اللي المستخدمين بيعملوها. ايبو ميكر بعتوا لي الكيبورد ده عشان اعمله مراجعه، ولكن ما لهمش اي تدخل في الكلام اللي انا هقوله. وفي الفيديو ده ممكن تسمع شويه مصطلحات اول مره هتسمعها في عالم الكيبوردات، فخليك مركز معايا ويلا بينا نبدا. عشان الكيبورد ده يعتبر فئه اعلى شويه من الحاجات العاديه اللي بنشوفها، فبيجي معاه في العلبه شويه حاجات. موجود كابل يو اس بي سي بريد الطويل، كي كابس باللون الاصفر علشان تعمل كونتراست حلو مع لون الكيبورد لو حابب، كي كاب اند سويتش بولار علشان تقدر تخلع الزراير والسويتشات بسهوله، 3 سويتشات احتياطي ودول بيكونوا نفس نوع السويتشات بتاعه الكيبورد، واخيرا المانوال. لو بصينا على التصميم فهتلاقي ان الكيبورد ده حجمه 70%، بمعنى انه اصغر شويه من الكيبوردات العاديه لان ما فيهوش النم باد، وكمان متشال منه زراير فانكشن. شكله بسيط خالص واخد اللون الجراي باكسنت اسود. الفريم بتاع الكيبورد بالكامل ممكن يديك ايحاء انه معدن، ولكن هو بلاستيك، بس بلاستيك نظيف يعني. في بازل كده من فوق ومن تحت كبيره شويه بس مخليه الشكل متناسق. وزن الكيبورد حوالي 800 جرام تقريبا، فهيكون معقول لو انت بتاخده معاك في الشنطه لللابتوب. البكره المعدن اللي على اليمين دي هتفكرها للتحكم في الصوت، ولكن للاسف هي مش للصوت. البكره دي معموله علشان تقدر تقلب بين اوضاع التشغيل، لان الكيبورد ده ليها اكتر من وضع. اكيد لاحظت ان الكيبورد فيه من ورا قطعه كمان، وده الدونجل علشان يشتغل وايرلس. الكيبورد عندنا بيدعم ال 2.4 جيجا هرتز والبلوتوث، وممكن يتوصل على 3 اجهزه بالبلوتوث وتبدل ما بينهم او بين الدونجل او الكابل من البكره دي. وعشان الكيبورد ده وايرلس فعندك بطاريه هنا 3000 ملي امبير، عندك شاشه ليد صغيره هنا، وبصراحه فكرتها عجباني قوي. في الوضع الافتراضي بيكون معروض عليها بيانات الكيبورد والوقت والتاريخ، وده بيريحك اكتر وانت بتتعامل مع الكيبورد علشان بتبقى عارف هو على انهي وضع او فاضل فيه قد ايه في البطاريه. ولكن كمان تقدر تضيف عليها اي صوره انت عايزها، او حتى تضيف جي اي اف بيتحرك عن طريق السوفت وير. فانا شايف ان هي اضافه حلوه قوي بصراحه. هي جودتها قليله شويه وظواهر الرؤيه تعبانه، ولكن عجبتني. لو بصيت على الكيبورد من تحت فهتلاقي عندك 4 فيتس رابر علشان الكيبورد يثبت، وعندك مستويين للرجول بتاعت الكيبورد علشان لو عايز تمهله شويه عشان يكون مريح اكتر في الاستخدام. ودي برضو حاجه حلوه انها مش مستوى واحد وخلاص. الزراير هنا او الكي كابس هي كي كابس دبل شوت بي بي تي. البي بي تي دي هي الخامه المستخدمه، وده من اعلى انواع البلاستيك اللي بيستخدم في الكي كابس. ودبل شوت معناها ان الزرار معمول من طبقتين من البلاستيك، وده بيديه متانه اكتر وبيخليه مقاوم اكتر لان لونه اتغير او كده، ولكن برضو بيمنع انه يكون شفاف ويعدي الضوء، فبالتالي الحروف هنا مش بتنور. الكيبورد فول ار جي بي، وتقدر تخصص الالوان او المودات زي ما انت عايز من خلال السوفت وير. السوفت وير عندك فيه كل المميزات اللي انت محتاجها، زي تعديل الاضاءه واضافه اختصارات او ماكروز، وكمان تقدر تنزل مودات اضاءه مختلفه ناس تانية عاملاها، او تتحكم في الصوره اللي معروضه على الشاشه، او تضيف حاجه من عندك. عشان تعرف بقى اللي بيميز الكيبورد ده فانا لازم افكه واوريك ايه المختلف فيه من جوه. المهم بس لو وصلت لحد هنا فانا عايزك توقف الفيديو وتنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، علشان ده بيساعدني اكمل واقدر افضل اقدم لك نفس نوعيه المحتوى ده. وما تنساش كمان تبص على صفحتنا على الفيس، بنزل عليها حاجات مختلفه، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في اول كومنت. مبدئيا السويتشات اللي هنا هي هوت سوابل، يعني تقدر تفكها من البورده وتغيرها. الكيبورد بيتفك عن طريق 8 مسامير من تحت. بعد ما فكيت المسامير هفك الفريم البلاستيك اللي انت شايفه من فوق، وهفك وصله الشحن والبطاريه. وزي ما انت شايف الشاسيه فيه قطع سيليكون علشان تملى الفراغ اللي تحت، والبليت نفسها معموله بتصميم اسمه الجاسكت ماونتد، بمعنى ان البليت الرئيسيه متثبته على قطع من السيليكون بينها وبين الفريم. والفكره من الموضوع ده انه بيخلي رده الفعل بتاعت الكيبورد احساسها مختلف لما بتكتب عليه، وكمان بيأثر جامد قوي على الصوت. عندك بين البي سي بي او البورده الرئيسيه والبي سي بليت جزء من الفوم علشان يساعد اكتر في امتصاص الصوت ويحسن من احساس الكتابه. كل الحاجات دي بتكون تعديلات انت ممكن تعملها في اغلب الكيبوردات الميكانيكال. والسويتشات هنا بتتثبت في البي سي بليت، مش بتثبت مباشره على البورده، وده ممكن يضايقك شويه وانت بتفكها او بتركبها، لان انت بتبقى محتاج تثبت البليت دي بايدك. السويتشات اللي هنا اسمها بادج ريجار سويتشز، ودي بتصنعها شركه ايبو ميكر. دي سويتشات من النوع التكتايل، بتيجي بري لوبد او بمعنى تاني مدهونه من جوه بماده بتخلي الاحتكاك اللي فيها اقل وبتقلل صوتها برضه. ودي حاجه قويه جدا انها تكون موجوده في كيبورد بالسعر ده، واغلب الناس اللي بيعدلوا الكيبوردات بيعملوا الموضوع ده مانوال وبيبقى صعب جدا. السويتشات دي 5 بن تقدر تركبها على اغلب البوردات عادي. وفي حاجتين لازم تكون فاهمهم كويس وانت بتشوف اي سويتش، وهما الاكتويشن فورس والانيشال فورس. باختصار الاكتويشن فورس هي القوه اللازمه علشان تضغط الزرار للاخر، وهنا هي 47 جرام تزيد او تقل 10 جرام. والانيشال فورس هي القوه اللازمه علشان تبدا تنزل الكي كاب من مكانه، وهنا هي 55 جرام. كل ما الوزن ده زاد كل ما الزرار احتاج قوه اكتر علشان يتضغط، وبرضه كل ما ضغطاتك الخاطئه وانت بتكتب
تكتب قلت، ولكن ده بيتقل الكيبورد في الكتابه، فممكن ايدك توجعك مع الوقت، او ممكن تحسه محتاج مجهود اكتر وانت بتلعب مثلا، لان بيحتاج ضغط اجمد شويه علشان الامر يتنفذ. وعموما احسن سويتشات في موضوع اللعب ده هي اللينير، لان الضغط فيها بتبقى اخف. عندك من الكيبورد ده نسخ ثانيه بسويتشات مختلفه هتلاقي فيها اللي انت عايزه. بالنسبه للديلي فانا ما عنديش طريقه اقيس بيها، ولكن مع شويه بحث لقيت انه 6.9 مللي ثانيه على السلك، و12.3 مللي ثانيه على الدونجل، و13.6 مللي ثانيه على البلوتوث. انا كنت بستخدمه اغلب الوقت على الدونجل، وبصراحه في الالعاب كنت حاسس انه اسرع من الكيبورد السلكي بتاعي اصلا. تجربة الكيبورد ده بالنسبة لي كانت تجربة مختلفة وممتعة بصراحة. في الجيمنج كان التأخير مش محسوس إطلاقا، وحتى أنا أول مرة أحس بفرق بين كيبوردين بالشكل ده. أنا الكيبورد الأساسي بتاعي اللي أنا بستخدمه هو الريد دراجون كي 550، وفعلا أنا حاسس بفرق في سرعة الاستجابة. الزراير صوتها مش عالي قوي، لو أنا بكلم حد وبلعب فبيكون مش سامع صوت الزراير، وعموما التجربة سلسة ولطيفة. بالنسبة لتجربة الكتابة فكانت كويسة جدا، خصوصا إن هنا في قوة بسيطة أنت محتاجها زيادة علشان تدوس على كل زرار، فده بيقلل نسبة الغلط وأنت بتكتب. وغير كده صوته حلو قوي، طبعا ده بفضل اللوبينج والجاستد ماونت اللي موجود هنا. اسمع كده الصوت بتاع الكيبورد وانا بكتب عليه. البطاريه بتاعت الكيبورد كانت اضعف شويه مما انا توقعت، بيقعد معايا حوالي 3 ايام وانا مشغل الاضاءه على اعلى حاجه، والشاشه مع استخدام مكثف تقريبا حوالي 8 ساعات في اليوم، وبيشحن في خلال من 3 ل 4 ساعات. بالنسبه لي الكيبورد ده هو افخم واعلى حاجه انا استخدمتها، وحقيقي تجربته كويسه قوي. مشكلتي الاساسيه واللي هتخليني ما اكملش معاه هو ان هو ما فيهوش النمباد ولا فيه زراير الاختصارات بتاعه الميديا، ودي بالنسبه لي حاجات اساسيه ولا غنى عنها في اي كيبورد. فيما عدا ذلك فهو كيبورد ممتاز بكل المقاييس، خصوصا لو انت جيمر وعايز كيبورد صغير علشان تاخد مساحه على الباب. سعر الكيبورد ده هو 86 دولار على موقع الشركه، واللي هو بالمصري دلوقتي حوالي 5000 جنيه. للاسف بسبب زياده الاسعار والسوق الموازيه والمشاكل اللي حاصله على الشارع الدولي، فحاجه شبه الكيبورد ده بقت غاليه قوي، ولكن برضو انا هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن. قول لي بقى ايه رايك في كيبورد زي ده، وهل لو معاك المبلغ بتاعه هتشتريه ولا شايف ان في حاجه احسن؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبه لي في الكومنتات وانا هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف الشكر على خير، مع السلامه.